كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو ده وقت أكل الفسيخ، ما يتاكلش غير في الأيام دي، يا قبل رمضان يا إما بعد العيد. يعني بصوا كلنا بنبقى مشتاقين ليه وعايزين ناكله في الوقت ده. طيب هنعرف النهارده هنعمله ازاي بكل اسراره، وازاي ما يطلعش معاكي ريحه، وايه الغلطات اللي احنا كلنا بنغلطها واحنا بنعمل الفسيخ. وهنعمله بطريقه حلوه قوي، مستحيل تشمي له ريحه ولا يقلب لك ريحه المطبخ لو سبتيه على الرخامه، مستحيل يطلع لك ريحه ابدا. وهتجربي وجربي الطريقه دي وبصي ومش هتندمي، بجد احلى طريقه. يعني كلنا فعلا بنغلط الغلطه دي واحنا بنعمل الفسيخ، وان شاء الله النهارده هنعمله بطريقه حلوه قوي. وثلاث خطوات مهمين ازاي يطلع معاكي زي الفل ويبقى حلو. هنجيب الاول الفسيخ ازاي نختاره وازاي ننقيه كده. بيبقى الاول اهم حاجه تجيبيه ما يكونش التلج لمسه. يعني انت تقولي لي بتاع السمك ان انا هعمله فسيخ، بحيث ان هو تنقيه كده اللي هو يكون بوري اصلي، اللي تكون الراس بتاعته كبيره ويكون بيلمع بطنه زي الفضه كده، والظهر بتاعه اصفر، يعني معنى كده ان هو سمين. والعين بتاعته تكون بالشكل ده كده، تكون بارزه وتكون سودة. وكمان لما تيجي تفتحي شايفين اللون الفضة بتاعه ازاي؟ يعني قلبه بطنه بيضة وظهره مصفر شوية كده. وهنا لما تيجي تفتحي الخياشيم بتاعته تتفتح معاكي بصعوبة كده، يعني تبقي تشدها بصعوبة كده، يعني معنى كده ان هو طازة. اهم حاجة ما يكونش التلج لمسه. هنا انا غسلته كويس وغسلت الخياشيم. هنبتدي بقى ننشفه كويس كده بمناديل المطبخ. اهم حاجه تنشفيه، تبقي غاسله الخياشيم بتاعته كويس عشان بيبقى فيها طينه، لان ده سمك مزارع مش سمك جاي من البحر. يعني احلى سمك للفسيخ المزارع. لان بيكون سمين كده شويه. هنا بقى بجيب مناديل من بتاعه المطبخ وبحطها في الخياشيم بتاعته بالشكل ده كده، بحيث ان هي تمتص كل الميه اللي في الخياشيم، لان لازم نجففه جامد علشان نضمن ان ما يعملش ريحه اثناء دي اول تريك انك انت تنشفيه عشان تضمني ان هو ما يطلعش ريحه. فاحسن طريقه انك انت تحطي مناديل كده، وبعدين عشان المناديل دي تشرب كل السوائل وكل الميه اللي في الخياشيم، لان هو طازه فالخياشيم قافله عليه جامد. شايفين ما شاء الله الظهر بتاعه لونه مصفر ازاي؟ معنى كده ان السمكه سمينه. الثلاث سمكات دول كانوا 2 كيلو الا ربع. كل ما تنقي السمك كبير كل ما يكون احسن ويديكي لحمه احسن. هنا بقى انا حطيته بالشكل ده كده في مصفى، وهسيبه 24 ساعه. هسيبه في البلكونه، بس اهم حاجه تكوني ضامنه ان البلكونه بتاعتك ما يكونش فيها دبان وما يكونش فيها حشرات. يا اما تسيبيه على رخامه المطبخ وتشغلي عليه المروحه. هنا بعد 24 ساعه بقى بالشكل ده كده، هتلاقيه مقدد كده ونشف كده. وهي دي تاني تركه فيه، انك انت لازم يكون ناشف معاكي، ولازم يكون يعني اتجفف تماما. فهتلاقيه نشف كده، وتلاقيه تحس ان حجمه قل شويه كده، وتلاقيه مقدد كده. وهتلاقي المناديل ده شربت كل السائل، يعني كل السوائل اللي في الخياشيم. هنا كده هنبتدي بقى نعمل لها عمليه تدليك. لازم تدلكيه بالطريقه دي كده. ما شاء الله هي السمكه علشان سمينه، ف... يعني هتلاقيها طريه في ايدك، انما كل ما تكون السمكه صغيره هتنشف منك وتلاقي لحمتها ناشفه، فهتدلكي فيها اكتر. هنا بعمل له تدليك كده، بحس ان انا بفصل السلسله عن اللحم. علشان علشان يبقى طري معايا وما يبقاش اللحم بتاعه ناشف بعد التمليح. طبعا دول احنا قلنا 2 كيلو الا ربع. في ساعات البوري بيكون مثلا تجيبيه الكيلو 4 سمكات 3 سمكات، فده بتلاقيه ناشف معاكي اكتر. بس طبعا كل ما بتجيبي السمكه سمينه كل ما بتوفري عليكي في الشوكه، في السل، في الراس. كل ده بيفرق معاكي في الوزن بعد كده. يعني كل ما تكون السمكه كبيره بيكون احسن، بتديكي لحمه اكتر. هنا بقى معايا كوبايه ونص من الملح الخشن. واحسن حاجه للفسيخ الملح الخشن، بيتباع عند العطار رخيص جدا. هحط عليه كده حوالي نص معلقه صغيره من الكركم. ده للون مش اكتر يعني. والتركه التانية بقى هنعرف دلوقتي ليه بنحط معلقتين من الزيت وكمان معلقتين من الخل. كلنا بنغلط غلطه ان احنا بنملح بالملح كده على طول من غير ما نعمل التركه دي. اول حاجه المعلقتين الزيت هيخلوا الملح يمسك في بعضه كده وما يقعش مني اثناء وانا بقى وانا بحشي السمك.
تاني حاجة الخل بيمنع اي ريحة وحشة تطلع معاكي، وفي تركة كمان مهمة 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 هنعملها هتخلي برضو معاكي ما يطلعش ريحة، هنشوفها في الاخر. هنا كده انا بحشي السمكة، شايفين هنا انا لما بحشيها بالملح اللي عليه الزيت والخل ما بيقعش مني. اهم حاجة لو حشيتي بالملح بس هتلاقيه كده وانت بتلفيه، هتلاقي على ما تيجي تلفيه وتخلصي هتلاقي الملح وقع من الخياشيم، فاحنا مش عايزين كده. احنا عايزين الملح يبقى ايه، يمسك كده في السمكايه. هنا كده انا بصبعي كده بحاول ادخل ايه، يعني جوه الخياشيم كده وفي بطن السمكه، لان الخياشيم بتبقى، وكمان الخياشيم بتبقى طبقات كده من اللي هو بتبقى حمرا كده، اللي هي طبقات الخياشيم لازم تدخلي بينها ملح. يعني ايه، مش تكتفي انك انت تفتحي بس اللي بتاع مش عارفه ايه، اللي هي غطا الخيشومه كده اللي هو عند الراس ده اللي احنا بنفتحه ده، وتحطي الملح وخلاص. لا، تحطي بين طبقات الخياشيم وتدخلي بصبعك كده ايه، جوه، تحسي انت بتدخلي في بطنها من جوه كده شويه. لازم تعملي الحركه دي عشان تضمني ان السمك يشرب الملح. طيب ليه بنستخدم ملح خشن؟ علشان الملح الخشن ما بيحدقش ما بيحدقش السمكه مهما كان. الملح الناعم بيخلي السمكه تحتق منك زياده عن اللزوم. فاهمين ازاي؟ الملح الخشن مهما كان ملح خشن فايه السمكيه بتشرب منه وما بتحدقش زياده عن اللزوم. طيب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ حطينا كده معلقتين كده من الملح، وحطينا السمكيه وحطينا عليها كمان ملح، ولفيناها بالاسترتش. ليه بالاسترتش؟ لان الاسترتش ده غذائي، لان احنا هنلف في اكياس كبيره، والاكياس دي مش صحيه، يعني مش بتاعه اكل، دي بتشتري فيها طلبات. هو الصح انك انت المحلات بيعملوه في براميل خشب، فدي طبعا الحاجه الصحيه تماما ان هو يتعمل في براميل خشب. انما احنا طبعا، او يا اما تعملي في حاجه ازاز. طبعا احنا ما مش عند، يعني ما فيش حاجه ازاز هتاخد اللي ايه حجم الفسيخه بالشكل ده كده. وطبعا ما عندناش اللي هي البراميل الخشب دي، فاحسن حاجه هو اللي تلفي في الاسترتش ده، لان ده غذائي، فهيكون غير ملاصق للكيس اللي احنا هنلفه فيه. دي بصراحه احسن طريقه وانا معتمداها، وبتبقى جميله جدا، وكده بتحافظي ايه صحيا على الفسيخ. زي ما انتوا شايفين كده بلفها، بقفل كل واحده كده، ويبقى من تحتها معلقتين ملح ومن فوقها كده، بحيث ان انت تضمني ان هي تبقى ايه، شاربه الملح كويس. لحد كده تمام. هنجيب بقى الاكياس بتاعتنا، زي ما بقول لكم دي اكياس بنشتري فيها طلبات، فما بتبقاش صحيه انك انت تحطي فيها ايه الفسيخ تبقى مباشر عليها يعني. هنحط كده السمك ايه واحده عكس التانية، وهنبتدي بقى نقفل عليه ونفرغ الهواء تماما. وهنعمل خطوه مهمه جدا هتشوفيها دلوقتي، اللي هي هتحافظ لك ان هو ما يطلعش ريحه. شايفين انا كده فرغت الهواء، هحط في كيس كمان، يعني تحطي في طبقات اكياس، لان هو اهم حاجه انك تفرغي الهواء، اهم حاجه في الفسيخ عشان يطلع معاكي ناجح ما يشمش الهواء. يعني هو والجبنه القديمه لا، ما يكونوا في اول تمليحهم ما يعني تقفلي عنهم الهواء تماما. هنا بقى انا هبتدي كده ايه، اقفل كده زي ما انتوا شايفين بعد ما حطيت في كيس كمان تالت. وهبتدي بقى بالخيط. انا دورت ايه، انا عاده ببقى اعمل باللي هو اللزق، ببكرة اللزق، بس انا ما لقيتش عندي لزق في الوقت ده، فهعمل ايه، احسن حل هو الخيط. اجيب بكرة الخيط كده وهلف عليه، بس تلفي بقى يعني ايه، تبرشميها يعني ما تخليش فيها ايه فلص. لو عندك الاسهل هو اللزق، بس انا بصراحة لقيت الخيط برضو فكرة حلوة، بديل لبكرة اللزق يعني. هنعمل خطوة مهمة دلوقتي بعد ما هنلفه بالشكل ده، هيمنع لنا برضو ان هو ايه، ينزل ميه او يطلع منه ريحه او اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده لفيته تمام. هجيب بقى دلوقتي كيس يكون كيس ورق بالشكل ده كده، وهلفه فيه. ده ليه بقى؟ علشان لو نزل ميه ولا حاجه من الاكياس، الكيس الورق ده يشرب اي ميه او اي سائل هينزل منها. وهرجع تاني احطه في كيس زي ما انتوا شايفين كده. طب انا ما عنديش الكيس ده، تقدري ورقتين جرايد كده هتلفيه فيه، يعني اي ورق، بس طبعا يكون ورق كبير كده تلفيها فيه كويس. وهربطه كده بالشكل ده، وهحطه بقى ايه في الكيس اللي هو النهائي برضو. والله يا جماعة انا حطاه عندي في المطبخ ولا عامل ريحة ولا اي حاجة بالطريقة دي. هحطه كده في كيس كمان،
وهبتدي برضو اجيب الخيط والف عليه، ده الكيس اللي هو النهائي، وهحطه في صينيه وفي اي ضرفه عندك من المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجه يكون مكان ضلمه، يعني تقفلي عليه جامد، يكون مكان ضلمه بالشكل ده كده. وهسيبه 15 يوم. طبعا هو الحجم على حسب حجم الفسيخ، يعني ده هسيبه الحجم ده هسيبه 15 يوم. لو انت جايبه السمك مثلا 4 سمكات في الكيلو هتسيبيه اسبوع. طب لو جايبه 3 سمكات في الكيلو هتسيبيه 10 ايام. انا ده عشان حجمه كبير شويه هسيبه ايه، هسيبه معايا كده 15 يوم بالظبط، وبعدين افتح عليه. والسلام عليكم ورحمه الله.